خليني احكي لك عن مشكله دواسات تويوتا اللي هزت الشركه وخلت العالم كله يتكلم عنها، وكمان ازاي اثرت على تصميم العربيات بعد كده. انا طارق صلاح وده الجراج. في حوالي سنه 2009 2010 ظهرت تقارير في امريكا عن عربيات تويوتا بتجري لوحدها. الناس كانت بتقول ان العربيه مشيت فجاه بسرعه كبيره جدا وعمالين يدوسوا فرامل والعربيه ما بتقفش، والموضوع كان بيحصل في موديلات مش قليله زي التويوتا كامري واللكزس اي اس وتويوتا افالون وغيرها. الناس بدات تبلغ وحصلت حوادث كتير بعضها مميت، منهم حادث مشهور جدا لعيله كانت سايقه لكزس وكانوا بيكلموا النجده وبيقولوا لهم ان العربيه بتجري ومش عارفين يوقفوها، والحادثه انتهت بوفاه العيله كامله. ده خلى الحكومه الامريكيه تفتح تحقيق رسمي ووسائل الاعلام اشتغلت عليها زي النار. السبب كان ايه بقى؟ في الاول ناس قالت ان هي مشكله الكترونيه في الاي سي يو اللي هو الكمبيوتر بتاع العربيه، لكن تويوتا طلعت وقالت لا، المشكله في حاجتين: سجاده الارضيه او الدواسه كانت بتتزحلق وتحشر دواسه البنزين فالدواسه تفضل مضغوطه، او ان العيب في دواسه البنزين نفسها، عيب تقني يعني. رد فعل تويوتا بقى كان انها عملت اكبر استدعاء لعربيات في تاريخها، اكتر من 9 مليون عربيه، وعدلت شكل دواسه البنزين وخففتها، وغيرت تصميم السجاده الارضيه في العربيات، وقدمت نظام امان جديد اسمه بريك اوفريت سيستم، وده ببساطه بيخليك اول ما تلمس دواسه الفرامل تلغي دواسه البنزين نهائيا. والنظام ده بدا العمل بيه في اغلب الشركات بعدها. تويوتا دفعت مليارات في التعويضات، لكنها حافظت على سمعتها لما اتعاملت مع المشكله بشفافيه نسبيا. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو.